السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة من رود الفرج. اتنين صحاب قوي، واحد اسمه عباس والتاني اسمه ماهر. الاتنين، يا واحد عنده 32 سنة اللي هو عباس، وماهر عنده 30 سنة، يعني قريبين من بعض في السن. الاتنين ما بيفرقوش بعض خالص. لو لقيت عباس في مكان لازم هتعرف ان ماهر هو معاه. ليه؟ ما بيفرقوش بعض خالص، بيحبوا بعض جدا. ولكن حصل في يوم من الايام خلاف بينهم. بيحصل بين الاصدقاء دايما خلافات، ولكن الخلاف شد شويه، فنلاقي هنا ان عباس غدر بصاحبه ماهر وبلغ عنه ان هو بيتاجر في الحبوب المخدره. ولكن لما اتقبض عليه ووصلت معلومات للشرطه ان هو بيتاجر في الحبوب المخدره، ما لقوش عليه اي حاجه، لان ماهر ده اصلا ما بيشربش سجاره. وخرج ماهر. ولكن هنا لما خرج من التهمه اللي كانت متوجهه له وعرف ان عباس ان هو اللي عمل فيه كده، طبعا قلبه شال منه، رغم ان هم صالحوهم على بعض. ولكن قلبه شال منه لان هو كان هيضيع مستقبله. قعد معاه واحد صاحبه وقال له: على فكرة عباس دوت انسان مش كويس وكان هيضيعك، يعني انت ما كنتش هتشوف الاسفلت لو كانت التهمة دي ثبتت عليك، ولكن ربنا سترها معاك وخرجت تمام والحمد لله. يا ريت بقى تبعد عنه، ويعني تحاول ان انت تنسى اللي هو عمله لك. قال: لا، انا مش قادر انسى اللي هو عمله معايا ابدا. راح واحد صاحبه تاني قال له: بقول لك ايه، انت علشان خاطر يعني تقدر انك انت تكسر عين عباس، احسن حاجة انك انت عشان تكسر عينه من اهل بيته. قال له: من اهل بيته ازاي؟ قال له: يعني اخته بنت معروفه كده، بنت حلوه وبنت لونه، وبتمشي في الشارع، يعني اي حد بيتمنى ان هو يتكلم معاها. فانت حاول ان انت تجيب اخته وتعمل معاها علاقه، وهنا انت كده يبقى انت كسرت عين عباس وانتقمت منه في اللي هو عمله معاك، وما يقدرش يعمل معاك اي حاجه تاني. قال له: طب وانا هجيب اخته دي ازاي يعني؟ طبعا هو ماهر خلاص بقى متغاظ من عباس قوي ومش عارف يعمل معاه ايه. فقال له: سهله قوي، انت تقعد معاه وتقعد تقول له ان التليفون بتاعك او الرصيد بتاعك خلص وعايز تعمل مكالمه، تاخد التليفون منه وتبعد بعيد شويه وتعمل نفسك ان انت هتتكلم في التليفون وتاخد رقم اخته من على الموبايل. ما فيهاش حاجه يعني. تمام. وعمل كده حقيقي، وقعد مع عباس وقال له التليفون، قال له الرصيد بتاعي خلص، وممكن بس يعني ايه تليفونك اعمل مكالمة. قال له: عينيا. وخد التليفون منه وراح بعيد شوية، عمل نفسه ان هو بيتكلم، ولكن عمل ايه؟ قلب في التليفون وخد رقم سحر اخته ونقله على الموبايل بتاعه. وبعد كده كلم سحر اخته بقى: ازيك، عامله ايه، انت مين؟ قال لها: انا واحد معجب بيكي وبحبك، وانت مزه وجميله وانا نفسي فيكي ونفسي ان انا اخرج معاكي ويا ريت نشوف بعض. طب انت مين؟ طب قول لي انت مين. قال لها: انا مش شرط اقول لك انا مين، بس انا بحبك وانا معجب بيكي وانا وانت مزه وقعد يقول لها الكلام جريء قوي اللي هو قاله لها. البنت بعد ما قفلت في التليفون حبت تبحث عن الرقم ده، مين اللي بيكلمني دوت، مين الشاب اللي بيقول لي انت حلوه وجميله وانت وعايز يخرج معايا. وهنا عن طريق التليكولر طبعا عرفت ان هو مين، يبقى ماهر صديق عباس. وطبعا عارفه ان صديقه هو ماهر. راحت مكلمه اخوها عباس، قالت له: تصدق ان انت مش راجل؟ ليه، في ايه؟ قالت له: والله ما كنتش اعرف ابدا ان انت بتوزع رقمي على اصحابك. واحد صاحبك كلمني وقال لي انت مزه وانت حلوه وانت جميله وعايز اخرج معاكي وعايز. ينفع اللي حصل دوت؟ انا ما كنتش اعرف ان انت كده ابدا. قال لها: مين بقى؟ قالت له: ماهر. يا سلام. طبعا هو اتاكد هنا ان هو رقم ماهر، ولما اتاكد ان رقم ماهر عمل ايه؟ راح له وواجهه وقال له: انت كلمت اختي؟ هنا ماهر ما قدرش ان هو ينكر. هينكر هيقول ايه؟ قال له: يا عم حصل، كلمتها. قال له: قلت لها كذا وانت مزه وانت حلوه وانا عايز اخرج معاكي. قال له: خلاص بقى يا عم، ما خلصنا بقى مكالمه وخلصت ومعلش وخلاص وغصب عني ومش هعمل كده تاني. قال له: لا، ما بتعملش كده تاني ازاي؟ وراح مطلع المطوه وراح مديله هي ضربه واحده في قلبه، كان وقعه طب ساكت. وخد بعضه وهرب. اهله طبعا صوتوا ولموا الاجهزه الامنيه. مين اللي عمل فيه كده؟ طبعا على طول الكاميرات جابت ان اللي عمل فيه كده هو صاحبه وصديق عمره عباس. تم القبض على عباس واعترف وقال: ايوه، كان عايز يعمل مع اختي علاقه، بينتقم مني علشان خاطر قبل كده كنت انا عملت بلاغ فيه. ما كانش قدامي الا ان انا اضربه، لانه كان رده عليا بيقول لي: فيها ايه يا عم، ما احنا ياما عملنا مع بنات الناس.
قال له يعني زي ما بتعمل مع بنات الناس عايز تعمل مع اختي؟ فلقيت رده مستفز، ولقيته بيقول لي ايوه يا عم فيها ايه، خلاص مش هعمل كده تاني، هي مره وحصلت. فرحت مطلع المطوه ورحت مموته في الحال. تم القبض طبعا على عباس، وتحول لمحكمة الجنايات واتحكم عليه بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. كل ده علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر أصلا في الأول عباس غدر بصاحبه ماهر. ماهر هل يسكت؟ لا، ما سكتش وسمع لكلام أصدقاء السوء تانيين قالوا لا انتقم منه ويعمل كذا كذا في أخته. يعني الاتنين والعياذ بالله إذا كان ده ولا ده. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.